السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اتفضلوا الشاي يا جماعة. نعمل بقى كوباية شاي كده عشان ايه نركز في الغدا. معانا كرنبيطة محندقة مسكرة كده قمر، ومعايا كيس بيكنج باودر ونص كيلو دقيق ومعلقة نشا على الدقيق يا جماعة عشان ما انساش. 4 حبات من البيض، 4 فصوص توم او 5، كزبرة وبقدونس وقرن فلفل اخضر. مش هنستعمل الخضرة دي كلها يا جماعة للكرنبيط بس عشان ما بحبش الخضرة عليه كتير. هنقطع بقى معاكم الكرنبيطة كده قطع صغيرة. بسم الله. بوريكم نفصصها ازاي ونقطعها نقسمها ازاي اهو. ربنا يحسن ما بين ايديكم. صلوا على النبي يا حبايبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. هنحط بقى حبة مية على النار كده يغلوا بحبة ملح عشان نسلق الكرنبيط. هنحط طبعا نص الكمية يا حبايبي، ما تكتريش ملح، خلي الحدق بتاعه مظبوط عشان هنحط في التتبيلة بتاعته شوية ملح. هنغطي عليه بقى يستوي. معايا هنا صينية بقى ادس من جنبه شوية رز كده حلوين، رز معمر. بموت الكرنبيط جنب الرز والعيش برضو، في ناس بتاكله برز وفي بياكلوا بعيش. فانا هعمل صينية رز كده. هنغسل الرز كويس جدا تحت الحنفية كده. بسم الله. نغسله حلو يا جماعة. هغسله بقى كده وارجع لكم تاني. غسلنا الرز وحطينا عليه رشة ملح. غليله اللبن بقى زي ما اتفقنا يا جماعة، والمية حطها له سخنة. ما بزودش الرز حاجة ساقعة خالص، لا مية ساقعة ولا لبن ساقع. بسم الله. بسم الله. هنقلب بقى كده. نحطه بقى في الفرن يستوي. هنا بقى القرنبيط اتسلق. انا بحب اتك عليه شويه يا حبايب قلبي عشان ما يبقاش ني مع الخلطه، عشان بيتقلي ما بيزيدش سوا في القليه، بيفضل زي ما انت سلقاه. بسم الله الرحمن الرحيم. هتجربي خلطه القرنبيط دي تدعيلي يا جماعه. اللي ما بياكلش قرنبيط هيصدقوني هياكله. هنا بقى يا حبايبي هنعمل خلطه مع بعض. هنكسر 4 بيضات كده بدرجه حراره الغرفه. رشه فلفل. عايزه اوريك الفلفل بس عماله اقول ده مش واضح. هنضربهم كويس جدا بذره ملح ورشه فلفل. نوسع بس لنفسنا كده. طبعا نخلنا الدقيق ببيكنج باودر بالنشا 3 على بعض. وهرسنا التوم بقرن فلفل بالخضرة اهو. بالكمون سنة قرفة بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. نضربهم جدا يعني، تحاولي على قد ما تقدري. ادي اول كوباية مية. بعملوش باللبن يا جماعة. تاني كوباية مية. هياخدوا كوبايتين كبار زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى الدقيق على النشا على البيكنج باودر واحدة واحدة عشان الدقيق ما يكلكعش. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو عايز ميه تاني يا جماعه حطوا، عايز دقيق حطوا حسب الكميه اللي قدامكم. هتعملي كرنبيطه كبيره تزودي الكميه بقى، تحطي بيض يعني مثلا 5 6 بيضات. اللي مش بيحب البيض يا جماعه قللوا منه، احنا بنحبه على الكرنبيط، فانا ايه كترت البيض شويه. دي سنه قرفه يا جماعه. بابريكا وشطه حمراء وملح فلفل اسمر كمون. طبعا القوام بتاعها اهي ولسه هيتقل تاني ما تركينيها شويه. نلم بقى اللي في الجوانب كده اهو، ونتاكد ان مفيش دقيق لازق في البوله بتاعتنا. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد. حط بقى طاسة على النار يا حبايبي تسخن، فيها زيت حبة محترمين كده. النشا مش هتخليه يشرب زيت يا حبايبي. هنا بقى كان عندي بطاطستين قشرتهم وحطيتهم يتسلقوا بشوية ملح كده عشان نعملهم مع بعض. كرنبيط خلص، هوريكم بقى ازاي تقلوه. طريقة سهلة وسلسة جدا. انا بوريكم الكرنبيط مسلوق ازاي. هنا بقى نحط الكرنبيط في الخليط ونقلبه كويس جدا. بيشرب من التتبيلة يا حبايبي على ما الزيت يسخن. هنا بقى معايا مغرفة والزيت سخن، هحط فيها حتة كرنبيط زي ما انتوا شايفين كده. عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة زي ما انت عايزة. بصوا بقى يا حبايبي طريقة سهلة ومش هتنيلي الدنيا ولا تعكي الدنيا بصوا ما شاء الله يعني. اهو واحدة واحدة. سايبة البطاطس تتسلق في الحلة اللي جنبنا دي، انا عشان مقشراها مش هتاخد وقت. بسم الله بسم الله. القراميش الحتت اللي بتنزل دي بتقرمش بقى وتبقى صغننه كده، بشيلها بالمعلقه او باي حاجه صفيها، والعيال بيحبوها مقرمشه كده. الرز طبعا كده نشف معانا في الفرن، طلعته. وزي ما قلت لكم قبل كده يعني التكايه دي قشطه على زبده على سمنه على معلقتين 3 زيت، واقلبهم جامد واحطهم كده على وش الصينيه تشرب منهم او وش البرام، وارده تاني في الفرن ياخد ربع ساعه او 10 دقايق كمان. طبعا بتغرزيه كده يا حبيبتي عشان ايه؟ يشرب الايدام بتاعه. ما شاء الله. هنا بقى نقلبه على الوش التاني، ما شاء الله مقرمش وبيخربش كده وجميل. هنا بقى معايا طاسه حله سوري حله فيها شويه زيت، هيسخن جامد. احط البطاطس كده زي ما انتوا شايفين، اديها تقليبه. معايا بقى طماطميه بس واحده بس حسب الكميه اللي قدامك، بتقطع عليها قرن فلفل. هنحط بقى يا حبايبي كده القرن الفلفل بالطماطمايه. طبعا حاطه التوابل كلها على الطماطم والفلفل ومقلباهم، ياخدوا بقى تشويحه على النار كده. وبعد كده ايه الهراسه بقى، ايه دهون، شوفي انت عندك ايه واعملي بيها. انا معايا دهون يا جماعه، انا مشيت نفسي بقى وخلاص. تمام. هرسي بقى كده جامد. خلصنا بقى وقربنا خلاص نطفي عليها اهو. هنحط الخضره، كزبره بس كده تدي شكل وطعم جميل. كلي بقى احلى طبق بطاطس. خلصنا يا حبيب قلبي، البطاطس بتاعتنا جميله تحفه. بنحسن ما بين ايديكم يا رب. الف هنا وشفا على قلوبكم. هنا الرز المعمر، انا عندي بقى كام حته فراخ كده ايه بايتين، هسخنهم للاولاد جنب الرز برضو. اللي حابب ياكل عيش ياكل، اللي حابب ياكل رز ياكل. مع الكرنبيط بقى سخن كده جميل ما شاء الله. بنحسن ما بين ايديكم يا رب. في رعايه الله يا حبايبي، ما تنسوش في اللايك.